أغنية الطريق. الأغنية دي يا جماعة أغنية مختلفة عن كل الأغاني اللي كان قدمها لنا الفنان محمد منير في الفترة السابقة لكده. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الرحيم منصور، ومن ألحان الموسيقار الرائع حميد الشاعري. الحقيقة الفنان عبد الرحيم منصور في الأغنية دي مقدم لنا إنذار شديد اللهجة، بينده على الناس علشان تفوق وتاخد بالها من الدنيا واللي بيحصل حواليها. وأمنا تنادينا ننسى اللي بينا وفينا. والحقيقة الفنان حميد الشاعري عامل لحن رائع للأغنية ديت، وكان زي ما قلنا اللحن مختلف عن الأغاني اللي قدمها لنا محمد منير في الفترات اللي قبل كده، والسبب في كده هو اللحن الإلكتريك اللي عامله الفنان حميد الشاعري، واللي حط فيه البصمة بتاعته اللي اتحولت بعد كده في السنوات التالية لموسيقى الجيل اللي خلت كل الشباب يحبوها. قالت لينا أم الجموع شمس. عايزك تركز في أسلوب الأداء بتاع الكينج محمد منير في الأغاني اللي موجودة في الألبوم ده، والأغنية دي بالذات هتبص تلاقيه إن هو كان نضج تماما تماما، وبقى محمد منير اللي احنا عارفينه، وصوته بقى يعني بيأدي وبيمثل المعنى بتاع الكلمات. طبعا هو من كتر التعامل مع الفنان عبد الرحيم منصور كان شارب المعاني واللغة بتاعة عبد الرحيم منصور. وطبعا الفنان حميد الشاعري عامل لحن جميل مع أداء منير الرائع. طلع لنا الأغنية دي.